ومرحبا بكم معي في قناتي مجددا مطبخ جزائرية مغتربة. اعذروني على هذا الغياب الطويل. بصراحة أنا كنت ما كنتش نعرف أن القناة والفيديوهات والمونتاج يأخذ وقت طويل وطويل جدا، وكما تعرفوا هنا في أوروبا الوقت قصير، وكانت لي أسباب أخرى خاصة، فأنا غبت غياب يعني مدة طويلة، اعذروني. كنت ناوية نكمل دون انقطاع يعني، وأفي بوعودي. كنت قلت أشياء أني راح نعطيكم رأيي فيها، وأشياء أني راح نديرها معاكم، وللأسف الشديد ما قدرتش نديرها. دركا وليت نعرف باللي القناة والفيديوهات تأخذ وقت طويل. بعد عودتي إن شاء الله راح نكون ليست ما نقولكمش دائمة الحضور كما نقولوا يوميا ندير فيديوهات، لكن مرة على مرة ونتفكركم بوصفة كما تعرفوني تقليدية من المطبخ الجزائري العريق، ومشتريات وغيرها يعني. لكن لن أعدكم بأنه راح يكون يعني بصفة دائمة، ونظرا لضيق الوقت والعائلة تبقى يعني أهم من الفيديوهات. حبيت نشارك معكم في الفيديو هذا بعض المنتوجات الجزائرية اللي عجبتني وتسمعوا، حبيت نشاركها معكم. اللي عبالوا بها هاو عبالوا، اللي ما عبالوش يدي فكرة، لأنها فعلا يعني لقيتها رائعة للمطبخ. لكن قبل هذا الشيء أنا ما نسيتش وعودي، راح نقول لكم الصح على الأشياء اللي كنا قدمناها في الفيديوهات السابقة كي حليت القناة تاعي. من بينها مثلا آلة الخياطة، اللي ما حضرش للفيديوهات هذم يرجع لقناتي وراح يلقى هذه الأشياء. دركا بعد استعمال طويل نقدر نعطيكم رأيي فيها يعني، وبكل صراحة وبكل يعني بالحقيقة الكاملة، اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش. آلة الخياطة هي كانت من المشتريات اللي قدمتها، اللي شريتها من ليدل، سيلفر كراست لا مارك. الحقيقة انها للمبتدئين رائعة يعني. انا ما استعملتهاش بزاف لضيق الوقت، ما نكذبش عليكم، وانا شريتها كيما شريتها قلت لكم اني مبتدئة، وشريتها باش نتعلم بها حتى انا. لكن اللي حب يتعلم يعني، وللخياطات البسيطة هذيك ومشي تعترض وهكا يعني، تفي بالغرض وزيادة، ورائعة وما زالت تمشي، ما عندي معها حتى مشكل يعني. ننصح بها للمبتدئين بكل صراحة يعني، بسعر هذاك بهذيك الجودة مليحة. هذه آلة الخياطة. الأشياء الأخرى اللي قلت بديكم رأيي فيها، آلة البانيني. آلة البانيني نقولكم هي جيدة بالنسبة للسعر تاعها يعني، جيدة تفي بالغرض، الطيب مليحة، كي تسخن بزاف تطفى ومن بعد تعاود تشعل يعني. ودي هي انا ممكن نشوفها نقطة سلبية، وكاين اللي يشوفها ايجابية. انا ماذا بيا لكون وحدة تريقليها كيما تحبي انتي يعني، تزيدي وتنقصي كيما تحبي انت. لكن هي يعني بالثمن هذاك التيفال هذيك آلة البانيني يعني تفي بالغرض كما نقولوا، ومليحه وتطبخ بطريقه جيده وكلش يعني. اللي عنده يشري واحده ما خير، اللي ما عندوش يعني مليحه. وش الاخر تانا اللي قلت لكم نقول لكم، ماكينه القهوه الديلانجي هذيك من اروع ما اشتريت يعني. وانا من عشاق القهوه، نقول لكم باللي اللي يحب القهوه يشريها يعني على ضمانتي، راهي رائعه اكثر من رائعه يعني. ما عندي ما نقول فيها، بارفي. قلايه الهوائيه فريتاز سون ويل، هذيك نجمو تقولوا انها عباره عن
فرن صغير يعني. باش نقول لكم انا الحقيقه بعد مده استعمال طويله لقيتها انها تشبه كثيرا الفرن. تنجمي تقولي انها بتيت فوغ هكا تخدمي بها دجاج محمر، البطاطا، الفخيت. شوفوا الفخيت الكونجيلي هذاك اللي يتباع في لي ماغازان كي تحطيه فيها يجي هايل. وتاع الدار صافا يعني يجي مليح وسيمي. تاع الاخر كونجيلي جو كخوا يجي خير فيه. وش دير يعني؟ قلتلك فور كيما راهو عندك اللي ما عندوش فور ولا اللي حاب فور صغير هكا. القلاية الهوائية هي برع عن فرن بالنسبة لي صغير يعني، ومليحة وتحتاجوها. اللي عنده فرن يعني وما يسحقهاش ما يشريهاش. ماذا ايضا؟ وش الاخر؟ المخللات كنت نقول لكم سمعنا درت معكم مخلل ليمون ومخلل جزر وجاو رائعين ولقيتهم ملاح وكليناهم والحمد لله يعني. وهذا العام ها وقت احنا في وقت دركه تاع التخليل هذا. ديروا سلطات مخلله وكلش. ما زلت ما عملتش كي نعمل بالك نشاركها معاكم اذا كان حبيتوا قولوا لي. هذا فيما يخص الفيديوهات السابقة واللي قلت لكم نمد رأيي وما مديتوش. هاني جيتو مديتو وعد الحر دينا عليه. ومن بعد نرجعوا للمنتوجات. المنتوجات اللي جبناها من الجزائر كي رحنا البلاد ونالت إعجابي وحبيت نشاركها معاكم. ربما أنتم تانا تحبوا تشريوها. هذا مربى الحبة السوداء يعني. تعرفوا قيمة الحبة السوداء الغذائية. واللي عنده ولاد صغار يديرها لهم طاختين ولا ياكلهم مغرف هكا في الصباح ولا يعني. انا شفتها حاجة جيدة جدا يعني وعجبتني بزاف. دبس الخروب. تعرفوا فوائد الخروب؟ اللي ما يعرفوش يروح يبحث في جوجل يعني عن الفوائد الخروب. هذا تانا تشوفي تقولي هو كي العسل ولا حلو حلو وبنين والولاد صغار يحبوه تانا ولا الكبار. تنجمي ديريه في بلاصة العسل، تنجمي ديري به طاغتين ولا حاجة. المهم مليح. هذا دبس الخروب. دبس الرومان. دبس الرومان هذا تانا هايل في الطبخ. تحطي منه شويه سورتو للناس هذوك اللي يحبوا الماكله ديك اللي تجي حامضه وحاره. وزيدي شويه للبرمه تاعك وتشوفي كيفاه تجي. لا كولير تجي كيما هكا تجي تولي فونسي تولي غامقه اللون مع الطماطم. ويمد ذوق رائع تسمى فيه حلاوه وحموضه. والناس اللي تحب كيما قلت لكم هذوك الماكله الحاره والحامضه راح يحبوه اكثر. واللي ما تحبش دير غير شويه ويجيها بنين على الكيف يعني. انا عجبني خلاص. نرجعوا للخروب دركا مش على شكل عسل او مربى. هذا مسحوق الخروب. الخروب تاعنا هنا قلنا هضرنا على فوائده. تديريه مع الزريره مع تحطي منه شويه في القاطو ديريه يعني وين حبيتي. راهو مفيد جدا يعني ورائع يعني من المنتوجات الرائعه اللي عجبتني تانا. نعم نظرا لقيمته الغذائيه. وهو مسحوق التمر تانا. هذا تحلي به الحاجه اللي ما يحبش تسمى السكريات المضره البيضاء ولا هذا. ها وعندك السكر التمر ولا مسحوق التمر. ما عندي ما نقول لك حطيه وحلي به وكولي يعني في بلاصه السكر للصحه. ولا تانا كيما دي واحد يدير زريره ولا رفيس ولا بيخلطوا معاها للقيمه الغذائيه كيما قلت لكم. نجموا تستعملوه يعني في حوايج بزاف.
هذا سقوقو، هذا ديروا به عصيدة سقوقو، يعني ها مكتوبة، ها هم حاطين لكم كيف ماش تعملوها بالتفصيل. تشريوه بركة ولا غوساتي لهنا. اللي ما جربش عصيدة سقوقو، اللي حاب يذوقها وما دقهاش قبل، هاو تشري هذا كي تروحوا للبلاد، واللي في البلاد هم اللي عبالها بيه عبالها، اللي ما عبالهاش هاو هدايا تشريه، وعندك لاغوسات وديري عصيدة سقوق. والكابخيس ما عندي ما نقولكم، احنا ملي كنا صغار يخي نشريو الكابخيس، الحلوى الكابخيس. دركا عملوا هذا الليكيد تاع الكابخيس بوغ لي غاتو، للغاتو، ها تستعمليه في لي غاتو، ولا حتى تاكليها كيكه، تاكلي منه مغرف هكا كيكه جاي كي الكراميل في الشكل والقوام. هاصني بالك نحل لكم باش تشوفوا، باسكو ولادي ما خلاوش فيها، عجبتهم عجبتهم عجبتهم، ما عندي ما نقول لكم. تعرفوا قالوا من الحوايج يعني اللي جبناه من البلاد، من اروع الاشياء اللي كلاوها يعني من البلاد. المرجان، تعرفوا كلكم غنية عن تعريف شوكولا المرجان. قالوا لي ولادي هذه خير منها، يعني بورتون المرجان يموتوا عليها يموتوا. وما حبيتش تسمى المرجان، ما نعتهاش غنية عن التعريف، بس هذا من الاشياء يعني من قيمتهم الغذائية والذوقهم يعني الرائع وهكا. خسارة انه الناس ما تعرفهمش، قلت لنا اللي ما عبالوش نعتلو، يعني ممكن يحب يشري. هذا وش عندي في هذا الفيديو، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم الاشياء هذه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي باذن الله في فيديوهات اخرى، والى اللقاء.